نسمي بالله ونصلي على رسول الله. راح أسوي معاكم اليوم الملوخية الخضراء بالدجاج. من حقول الملوخية الخضراء من جد زارعين في الحوش كم حوض ورقيات خضراء. ما أحكي لكم قد إيش زراعة الورقيات شيء جميل وممتع ولو مردود يعني إيجابي من ناحية الطعم، من ناحية المتعة، من ناحية الأثر الإيجابي، تعطي طاقة إيجابية فظيعة. شيء ممتع صراحة. قصيت تقريبا 6 حزم ملوخية. الوقت العصر. لقطت الملوخية أو قطفتها ورقة ورقة. طبعا رأس الملوخية نشيله دفعة واحدة، يعني 4 أو 5 أوراق اللي في رأس عود الملوخية نشيله قطفة واحدة. بعدين الأوراق اللي في الساق نشيلها ورقة ورقة. طبعا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شكلها ما شاء الله يفتح النفس. أخذت لي فنجان موية ورشيت الملوخية. هذه الموية راح تحافظ عليها فريش لليوم الثاني، وتقدري تحفظيها يوم يومين ثلاثة ما راح تتأثر، بس بشرط تكون برودة الثلاجة معتدلة. البارد أبدا أبدا ما ينفع لها. حفظتها في الثلاجة لليوم الثاني. اليوم الثاني نشوف كيف صارت. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، محتفظة بشكلها ولونها وكل شيء تمام. لو تجلس يوم يومين ثلاثة اضمنها لك إذا إن البرودة الثلاجة تمام. خلاص نبدأ في المقادير والطريقة. أضفت كمية من زيت الزيتون، أضفت عليها حبتين بصل مفرومة، راح أقلبها في الزيت حتى تاخذ اللون المناسب. بعد ما تحمر معايا البصل أضفت له راسين ثوم مع فلفل بسباس، وبعدها أضفت 4 حبات لومي أو ليمون أسود. الملوخية تحب الثوم والليمون الأسود، يعطيها نكهة رائعة، وهذه أفضل بهارات وأفضل نكهات راح تضيفيها للملوخية. بعدها أضفت حبتين دجاج مقطع قطع صغيرة، قلبتهم شوية مع بعض شوحتهم. بعدين أضفت الملح والكمون والفلفل الأسود، وراح أخليها تتسبك مع بعض حتى تطلع الدجاج مويتها. بعد ما تسبك معايا الدجاج واخذ طعم البصل والثوم والبهارات، اضفت له الماء واخليه نصف ساعة. في هذه الاثناء راح اجهز الملوخية، راح اغسلها مرة مرتين ثلاث لغاية ما اتأكد انها صارت نظيفة. بعدين افرمها واجهزها للطبخ. بعد ما غسلت الملوخية وتأكدت انها صارت نظيفة، فرمتها في محضرة الطعام. وبعد مرور أكثر من نصف ساعة استوى معايا دجاج. هرفعه جانبا بشكل مؤقت عبال ما أحط الملوخية وأقلبها. الملوخية تحب التقليب والتحريك باستمرار. وبعد ما تستوي معايا راح أرجع الدجاج بإذن الله. نشوف مع بعض كيف الخطوات.
ولو نلاحظ طريقة عمل الملوخية تختلف من بلد لبلد ومن مطبخ لمطبخ. ناخذ على سبيل المثال المطبخ المصري، يحبوا يضيفوا الملوخية على المرق فقط، يسموها الشوربة. يضيفوا الملوخية وقلبتين ثلاث لغاية ما تغلى، خلاص تعتبر استوت. يضيفوا لها الطشة اللي هي عبارة عن الثوم، واللهم صل على محمد، وتعتبر طبق جانبي. لا، أنا عن نفسي أحب تكون الملوخية طبق رئيسي في السفرة، ويكون معها الخبز أو الرز الأبيض، بس هي أعتبرها طبق رئيسي. وزي ما شفنا مع بعض استمريت في التقليب والتحريك باستمرار مدة ربع ساعة. بعدها هبطت الملوخية شوي دليل استوائها. رجعت لها الدجاج اللي شلته قبل شوي، قلبتهم مع بعض مدة دقيقة. خلاص الملوخية مستوية والدجاج مستوي وما يحتاج لهم وقت، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، الطعم فظيع. بالنسبة للثوم أنا ضفته في البداية، في بداية الطبخة. اللي يحب يخليه في النهاية يحمله كده في الزيت ويضيفه زي الوقت دحين يضيف الثوم. برضو هذه طريقة ثانية، والطريقتين جربتها، والطريقتين يعني أطعم من بعض. يعني سواء حطيتي الثوم في البداية أو حطيتيه في النهاية، كلها ما شاء الله تبارك الله يعطي الملوخية طعامة ولذاذة أكثر. جهزت معاي الملوخية وراح أسوي الرز الأبيض بطريقة سهلة وبسيطة، ويطلع لك الرز مفلفل ولذيذ. شوف الخطوات مع بعض. أول حاجة حطيت سمنة الخروف، أنا جهزتها قبل فترة وهي محفوظة عندي في الثلاجة. ممكن نستبدلها بزيت زيتون، ممكن نستبدلها بزبدة. بعدها ضفت حبتين فلفل بسباس حار، ضفت كوبين أرز، ملعقة ملح، وفنجان ماء. قلبت الأرز في الزيت وفي الماء مع الملح مع الفلفل لغاية ما نشفت الموية. بعد ما نشفت أضفت الماء وخليتها 10 دقائق على نار عالية. بعدها وطيت النار وخليتها 10 دقائق أو ربع ساعة، يعني من ثلث ساعة إلى 25 دقيقة يكون الرز مستوي خلاص. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. غدانا جاهز، الملوخية جاهزة، الأرز جاهز، وجينا لأجمل وأحلى فقرة وهي فقرة التقديم. وكان ذيك اليوم مناسبة جدا جدا أسعدتنا كشعب سعودي صراحة. من زمان عند الفرحة، فرحنا فرحة اللهم لك الحمد. راح تشوفوها بعد ما تشوفوا طريقة التقديم. قدمت الأرز مع الملوخية مع شوية سلطة وشوية جرجير مع ليمون. كانت مناسبة وطنية جدا سعيدة. وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى الفيديو يكون على استحسانكم. أترككم في رعاية الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.